طيب في مرحله وعي مختلفه الاهالي بتقول لك طب ماشي اوكي، انا مش بقول له حاجه، انا مش بوجه له مثلا، مش بشتمه، مش بهزقه، مش بهينه، بس من جوه قرفانين منهم. وعشان نقدر نعيش من قلبنا مهم نفهم ان قلبنا يا جماعه لو انت ما قلتش بلسانك بيخرج تردد وذبذبه بتوصل للشخص الاخر في صوره شيء بيضايقه، هو مش فاهم هو متضايق من ايه، مش فاهم هو قرفان هو كمان من ايه. فاوعوا تفتكروا انكم لو خبيتم وداريتم القرف او الضيق من تصرفات اولادكم او افعالهم ده مش هيوصل لهم، وايوه حبيبي وايوه يروح قلبي معلش وان شاء الله تعدي والمره الجايه هتعمل زي الفل، وتكونوا غير صادقين مع انفسكم، دي برضو بتوصل لهم. هتقولي طب انت كده عقدتيها لنا هنعمل ايه؟ مهم نخش ونقفل علينا الباب ونعترف بمنتهى الصدق، ايوه انا متضايقه وقرفانه من تصرفه او من تصرفها، وعندي قله حيله انا مش عارفه هعمل ايه معاهم، لكن بفتح قلبي زي الحلقه اللي فاتت كده للسؤال ايه اللي في مستطاعتي اقدر اعمله، ايه اللي انا محتاجه اتعلمه علشان خاطر اقدر اوصل لحل افضل مع اولادي. فبالتالي خطوه بخطوه عقبال ما السؤال بيكون الطاقه بتاعته، الكون بيبدا يفرش لك في الواقع بتاعك المساعدات اللي انت محتاجها. تلاقي فيديو طالع لك على اليوتيوب بيقول لك ممكن تعمل ايه، تلاقي مشهد في فيلم بس مشهد يخبط عندك في حته يخليك تعرف تعمل ايه. محاضره السمع، حد اتنين ام وبنتها ماشيين في الشارع ولا اب وابنه ماشيين في الشارع عمل تصرف معين تقول انا لو عملت ده هعرف اوصل لحل مع اولادي. فانفتحهم يا جماعه لاستقبال الحلول، وما تقفلوهاش للحلول اللي اهاليكم برمجوكم عليهم ان 1+1=2. معلش 1+1 ممكن يساوي 100 احتمال. في العالم الحالي الرقمي اللي احنا عايشينه الاولاد عارفين ده. فبتحصل مشكله تانية ان بنتهم اولادنا دول عندهم لا مبالاه، دول عندهم برود، ده مش فارق معاهم حاجه. طب صدقوني بقى، ده لو الولاد دول ما عندهمش الميكانيزم ده اصلا دلوقتي في الحياه اللي احنا عايشينها مش هيعرفوا ان هم يتعايشوا معاها اساسا. ده احنا اللي بنحلم يكون عندنا جزء من الهدوء اللي عندهم. فبدل ما انا مركز ان انا اوجه هذا النقد او هذا الاتهام ليهم، بالعكس ده انا اروح اسالهم انتوا عاملينها ازاي دي والله العظيم ده انا محتاج اروح اتعلم منهم كده، هو انتوا هادين كده ازاي؟ مش احسن ما نورث لهم الضغط ونورث لهم الضغوطات اللي بتوصل لمرحله الامراض المستعصيه والمزمنه، ويبقى من جيل لجيل الدنيا بايظه؟ انا عارفه طبعا ان في اطفال كتير حبايبي ربنا يعينهم ويعين اهاليهم بقى عندهم امراض باديه بدري جدا جدا، كل ده بسبب الضغط اللي الاهالي فيه وبالتالي بيدوه لاولادهم.